السلام عليكم ورحمة الله. أكلتنا النهاردة حلوة جدا. عملنا كفتة بالبطاطس، طعمها كان خطير. أكلة سهلة وبسيطة، ما خدتش مننا وقت خالص. عملنا كمان جنبها رز أبيض. هي حلوة جدا، ممكن تتاكل مع أي حاجة، ممكن بالعيش، ممكن بالرز. أكلة كانت جميلة. تعالوا بينا بقى نشوف الطريقة ونشوف احنا عملناها ازاي. عندنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ضفت عليه معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. عندي كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحوالي معلقتين من البقسماط، وعندي بيضة، وعندي بصلة كبيرة مبشورة. هقلب المكونات كلها كويس جدا مع بعضها واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. بعد النص ساعة هنبدأ نشكلها. هناخد قطعة كده وهبدأ أعمل فيها فتحة كده من النص، وهسويها كده من كل الجناب زي ما احنا شايفين. هعملها على شكل طبق صغير اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اهي خلصناها خلاص. تعالوا نعمل واحدة كمان. هناخد كورة كده اهو، هبدأ اعمل فيها فتحة كده من النص واشكلها كده بالشكل اللي احنا شايفينه على شكل طبق صغير، علشان هنحشيها بالبطاطس المهروسة اللي عندنا اهو. بقت شكل طبق صغير. هنخلص بقى كل الكمية اللي عندنا واوريها لكم. هنا خلاص كنا خلصنا الكمية اهي، وعندنا بقى زبدة او سمنة. هناخد قطع صغيرة كده من الزبدة وهندخلها كده جوه الكفتة بالشكل ده، وهنحط كمان قطعة صغيرة في الصينية من تحت وهندخلها الفرن حوالي ربع ساعة. عندي بقى بطاطس انا كنت سلقاها، هضيف عليها نص معلقة كبيرة من الزبدة، وهضيف عليها معلقتين من اللبن. هطلع الكفتة من الفرن بعد ما تتشمع كده وتدخل في السوا بأي حاجة بقى، بمعلقة أو بكيس حلواني أو بأي حاجة. هبدأ أحط كده جواها البطاطس بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهي. هخلص بقى الكمية كلها وهدخلها تاني الفرن. قبل ما ادخلها الفرن بقى عندي حوالي نص كوباية من صلصة الطماطم. هندخلها بقى الفرن، هتستوي والطماطم هتتسبك. ودي بقى خطوة اختيارية، انا طلعتها ورشيت عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا. دخلتها بقى تحت الشواية. الجبنة خدت اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص استوت وبقت جميلة جدا. تعالوا بينا بقى هنغرفها. شايفين شكلها حلو جدا وطعمها كمان كان جميل. أكلة جديدة وسهلة ولذيذة، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وإن عجبكم الفيديو لايك وشير.